اكبر مشكل كيعانوا منه التلاميذ حاليا وهو ما كيعرفوش كيفاش يديروا باش انهم يصيبوا البروغرام ديال المراجعه. وباش نكون معاك صريح، حتى انا فاش كنت في الباك وفي السيزيام وفي الايامات الاولين في الاقسام التحضيريه كنت كنطيح في هذا الغلط. كنصايب ان بروغرام دو ريفيزيون كنت كنعمر وكندير فيه من 8 ل 10 من 10 ل 12، وفاش كنرجع من المدرسه من 6 العشيه حتى 8 ومن 8 حتى 1 الصباح كنعمر داك البروغرام حتى كيبغي يطر. في اخر المطاف كنلقى راسي ليحو في شمالي وما عمرني ما التزمت به. فالسؤال اللي كيطرح راسو هنايا هو علاش ما كنلتزموش بحال هاد البروغرامات؟ فين كاين الخلل؟ وشنو هي الطريقه الصحيحه اللي تخليني انا نقاد البروغرام ونلتزم به؟ معكم مصطفى وقاسي، مرحبا بك في اول فيديو تطبيقي في القناه. نبداو على بركه الله. عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. فاش كتقاد بروغرام ديال المراجعه بحال هذا كطيح بشكل لا ارادي في جوج ديال الاغلاط اللي انت ما كتحسش بهم واللي كيخليوك ما كتلتزمش بداك البروغرام ديال المراجعه. الغلط الاول وهو انه كتولي بحال الروبو. غادي تقول لي كيفاش؟ واخا انا غادي نشرح لك. اذا خيرتك ما بين جوج الحوايج، الحاجه الاولى وهو انه غدا انه تفيق ودير اللي بغيتي وتقرا اللي بغيتي الوقت اللي بغيتي، ولا انه غدا تفيق مع 6 وتقرا المات من 6 حتى 8 ومع 8 تقرا الفيزيك حتى ل 10 وال10 تمشي للمدرسه وترجع مع 12 تغدا وتمشي مع الجوج فاش ترجع مع 6 ترتاح وتبدا عاوتاني مع 7 تقرا الماط والماط عاوتاني من بعد الفيزيك. حسبي الله ونعم الوكيل، لا اله الا الله. انها الفتنه اخ محمود. وهكا الاسبوع كامل. فكذا اذا كنت انسان طبيعي غادي تقول لي الخيار الاول، فانت فهمتي الطبيعه البشريه ديالنا ما كتبغيش اللي يفرض عليها شي حاجه، فما بالك انت كتفرض على راسك يوميا شنو دير بالتفاصيل وكتبرمج راسك على انه تولي بحال الروب. الغلط الثاني اللي كطيح فيه هو انه هذا البروغرام هذا ما واخدش في عين الاعتبار لي زامبريفو، الظروف الطارئه، الحوايج اللي انت ما مبلانيش ليهم واللي يقدروا يجيو ويخرجوا لك البروغرام ويخسروا لك كلشي. بحال مثلا تسخرك امك، يجي عندكم شي ضيف لا قدر الله تمرض وزيد هادشي كامل كيخلي انه يدخلك في البروغرام وتصدق في الاخير ليحو في شي بلاصه وما عمرك ما غتلتزم به. فدابا خاصنا نصاوبوا ان بروغرام اللي غياخذ بعين الاعتبار هاد جوج الاغلاط اللي خاصنا نتفاداوهم. بروغرام اللي تكون عندنا فيه الحريه اننا نتحكموا في نهارنا بالطريقه اللي بغينا، واخا يجينا شي ظرف طارئ ما كيتخربقش لنا داك البروغرام. واخا دابا المطلوب منك هو انه تجيب استعمال الزمن ديالك وتتبع معايا وركز معايا مزيان في هادشي اللي غادي نقول لك. عرفتي دابا كنظن الاضاءه غادي تبدل عليكم البارح كنت كنصور بالليل، دابا كنصور بالنهار. عرفتي جيت من الخدمه بزيرت على راسي باش انه نصور فيديو. عرفتي ما حسيتش براسي حتى طحت كاو. واو بالرجوله كتستحق واحد البارطاج على هذا الفيديو. سواء كتقرا في الباك، السيزيام، التعليم العالي، نفس المراحل غادي تطبقهم. انا غادي نركز على اصحاب الباك في هذا الفيديو، تطبق نفس المراحل نفس كل شيء، حتى حاجه ما كتبدل. دماغك يا ابن بوس. المطلوب منك هو انه اول حاجه تحسب عدد الساعات اللي عندك خاويين في الاسبوع. اذا ما عرفتيش ليها طبق هذه القواعد. القاعده الاولى هو غادي تشوف شحال عندك ديال الفراغات كل نهار في استعمال الزمن. مثلا في هذا استعمال الزمن اللي كتشوفوا كاين واحد الفراغ نهار الاثنين ما بين 10 و 12، دونك هنايا كنحسب ساعتين. في العشيه كنحسب على الاقل 3 ديال السوايع، وقت ما بغيتي ما بين 7 ونص و 10 ونص، ما بين 8 ديال العشيه حتى ل 11، الوقت اللي بغيتي. المهم على الاقل 3 ديال الساعات، وما تقولش لي 3 ديال الساعات بزاف، انا ما قلتش لك قرا الليل كامل، قلت لك غير 3 ديال الساعات. دونك نهار الاثنين عندنا ساعتين ما بين 10 و 12 خاويين، دونك غنحسبهم ها هما ساعتين. زيد عليهم 3 السوايع في العشيه، 5 ديال السوايع في التوتال. ثلاث نفس الحاجه عندي ساعتين خاويين ما بين 4 و 6، وعاوتاني 3 ديال السوايع بالليل، دونك توتال عندي عاوتاني 5 ديال السوايع. كنطبق نفس الحاجه على باقي الايام. القاعده الثانيه هنايا هو انه خاص ضروري نخلي واحد نص نهار في الاسبوع ما نحسبوش. انا كننصحكم تخليو نص نهار ديال السبت يكون خاوي، في حاله كان عندكم بطبيعه الحال نص نهار ديال السبت خاوي. انت غير خلي نص نهار خاوي، غادي تعرف من بعد علاش. القاعده الثالثه وهو انه غتعطي على الاقل 8 ديال السوايع د الخدمه نهار الاحد. وما تقولش لي 8 ديال السوايع بزاف، حيت انا ما قلتش لك خدم النهار كامل، قلت لك غير 4 ديال السوايع في الصباح، 4 ديال السوايع في العشيه بحال الا كتقرا في المدرسه، دونك على الاقل 8 ديال الساعات. دابا غادي تجمع ليا توتال ديال الاسبوع كامل وغادي تشوف شحال خرج لك. على الاقل خاص تكون خرجت لك 30 ساعه. اذا ما خرجتش لك 30 ساعه عرف كاين خلل في استعمال الزمن ديالك. انا خلصت يا ابله، حاجه زي الفل، وبارك الله فيما رزق. وباش نكون واضح، هذا الحساب هذا داخلش فيه اصحاب السوايع، لانه انا اصلا ضد فكره ديال واحد كيدوز السوايع. كلشي عندك في الانترنت، كلشي عندك يوتيوب، كلشي موجود عندك، فعلاش كتضيع السوايع من حياتك باش تمشي تقرا واحد الحاجه اللي عندك اصلا في الدار؟ دونك في الحاله ديالي انا خرجت لي 33 ساعه. نتوما ما عرفتش شحال خرج لكم، بغيتكم تقولوا لي شحال خرج لكم في لي كومونتير. دونك هذا العدد الساعات اللي خرج لينا دابا غادي نشدوه، غادي نقسموه على المواد اللي عندنا ديال الوطني وديال المراقبه المستمره، وبطبيعه الحال ما غاديش نفرقهم بطريقه
عشوائيه وانما غادي نحترم المعاملات. كل ماده غادي نعطيها حقها على حسب المعامل ديالها. فكيف ما كتعرفوا النقطه الاجماليه ديال الباك كتحسب عن طريق كياخذوا 50% نقطه الوطني، 25% نقطه الجهوي، و25% نقطه ديال المراقبه المستمره. زائد انه اغلبيه المدارس اصلا من بعد الباك ما كيركزوش على المراقبه المستمره، كياخذوا غير النقطه الوطني والنقطه الجهوي. الاغلبيه كياخذ 75% نقطه الوطني و25% نقطه ديال الجهوي. فهنايا باش انه نحسبوا ولا نقسموا هذا الوقت اللي عندنا على المواد غنحترموا هذه القاعده. غادي نعطيو ما بين 75 حتى 80% المواد ديال الوطني، وغنعطيو ما بين 25 حتى 20% المواد ديال المراقبه المستمره. وبطبيعه الحال اذا كان النيفو ديالك مزيان في المواد المراقبه المستمره تقدر تعطي اقل، اذا كان النيفو ديالك ناقص عطي على الاكثر 25%، ما تزيدش اكثر. المواد ديال الوطني هما اللي مهمين. دونك كيف ما قلت لكم غتشد العدد ديال الساعات اللي خرجت لك قبيله، غادي نعطيو 75% للمواد الوطني و25% المواد ديال المراقبه المستمره. بالنسبه للمراقبه المستمره هاد 25% كيفاش دابا غادي نديروا الحساب؟ ببساطه غتاخذ العدد الساعات اللي عندك اللي خرج لك غتضربوا في 25 وغتقسموا على 100 غيعطيك عدد ديال الساعات اللي خاصك تعطي للمواد ديال المراقبه المستمره. في الحاله ديالي انا غتخرج لي تقريبا 8 ديال السوايع ونص. بالنسبه للمواد الوطنيه غادي دير نفس الحاجه، غتشد هذاك العدد الساعات اللي خرج لك غادي تضربوا في 75 غادي تقسموا على 100 غيعطيك عدد الساعات اللي خاصك تعطيهم للمواد ديال الوطني. في الحاله ديالي انا خرجت لي تقريبا 24 ساعه ونص. دونك دابا لحد الساعه كلشي واضح، خاصنا نعطي على الاقل 24 ساعه ونص المواد ديال الوطني كل سيمانه، وغنعطي 8 ديال السوايع ونص المواد ديال المراقبه المستمره كل سيمانه. دابا خاصنا نجيو نقسموا عدد الساعات على المواد اللي عندنا. غنبداو بالمواد ديال المراقبه المستمره. بالنسبه للناس ديال العلوم التجريبيه بالدرجه الاولى العلوم الفيزيائيه عندهم الفرنسيه، العربيه والتربيه الاسلاميه. كيفاش غادي نديروا باش نقسموا هاد الساعات على هاد المواد؟ اول حاجه خاصنا نعرفوا البورسونتاج النسبه المئويه ديال كل ماده شحال كتشكل لينا. الفرنسيه كتشكل 50% من النقطه ديال المراقبه، العربيه كتشكل 25%، الفرنسيه كتشكل 25%. كيفاش درت ليهم؟ يكفي انه غادي تجمع المعاملات ديال المواد، بحال الفرنسيه المعامل ديالها 4، التربيه الاسلاميه المعامل ديالها 2، العربيه المعامل ديالها 2، غتجمع هاد المعاملات غيعطيوك 8. بالنسبه للفرنسيه باش تعرف النسبه المئويه يكفي انه تشد المعامل ديال هاد الماده اللي هو 4 غادي تضربوا في 100 وغادي تقسموا على مجموع المعاملات ديال المراقبه المستمره اللي هما الفرنسيه العربيه التربيه الاسلاميه غيخرج لك 50%. نفس الحاجه بالنسبه للعربيه والتربيه الاسلاميه كتضرب 2 في 100 كتقسم على 8 غيعطيوك كل وحده فيهم غتعطيك 25%. دابا كيفاش غادي نديروا باش نعرفوا عدد السوايع بالضبط؟ يكفي دابا انه تضرب عدد الساعات اللي خرج لك اللي في الحاله ديالي انا 8 السوايع ونص غادي نضربوا في النسبه المئويه ديال الماده وغادي نقسم على 100. في الحاله ديالي مثلا بالنسبه للفرنسيه غادي نضرب 8 ديال السوايع ونص غنضربهم في 50 وغنقسم على 100 غادي تعطيني تقريبا 4 ديال السوايع ونص. بالنسبه للعربيه غادي ندير نفس الحاجه والتربيه الاسلاميه غندير نفس الحاجه غادي تخرج لي تقريبا ساعتين لكل ماده. دونك دابا متفاهمين. بالنسبه للمواد ديال المراقبه المستمره كنأكد على المواد اللي عندي غير في المراقبه وما عنديش في الوطني. انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوبي انكل. كيف ما كتعرفوا الناس ديال العلوم الفيزيائيه عندهم في الوطني الفيزيك، الماط، الاس في تي، الفلسفه والانجليزيه. الماط المعامل 7، الفيزيك المعامل 7، الانجليزيه المعامل 2، الفلسفه المعامل 2، الاس في تي المعامل 5. دابا اول حاجه عاوتاني خاصنا نديروها خاصنا نعرفوا البورسونتاج النسبه المئويه ديال كل ماده. كنجمعوا المعاملات ديال المواد، اذا جمعنا المعاملات كامله غادي يعطيونا 23. كنشدوا المعامل ديال الماده كنضربوه في 100 قسموا على المجموع ديال المعاملات. بالنسبه للفيزيك غتعطيني 30%، 7 في 100 قسمها على 23. الرياضيات نفس الحاجه 30%. اس في تي كنديروا 5 في 100 كنقسموهم على 23 كيعطيونا 22%. بالنسبه للانجليزيه والفلسفه كل وحده فيهم غتعطينا تقريبا 9%. وهنا كنأكد على التقريب يعني كيكون واحد الفرق ديال شي دقائق ما بين كل ماده وماده. دابا اللي غادي نديروه هو غنقسموا عاوتاني عدد الساعات اللي خرج لينا قبيله. في الحاله ديالي انا 24 ساعه ونص غادي نقسموهم على هاد المواد هادو. بالنسبه للفيزيك غندير نفس الحاجه، غادي نشد العدد الساعات اللي هو 24 ساعه ونص غادي نضربوا في 30 اللي هو النسبه المئويه ديال الماده وغنقسموا على 100 غادي تعطيني تقريبا 7 ديال الساعات ونص. الماط غادي يعطيني نفس الحاجه 7 ديال الساعات ونص. اس في تي 5 السوايع ونص تقريبا. الفلسفه ساعتين، الانجليزيه ساعتين. دونك دابا كلشي واضح، حددنا عدد الساعات اللي خاصنا نعطيو لكل ماده بطريقه اللي هي منطقيه باحترام المعاملات، وخلينا واحد نص نهار خاوي حتى لا قدر الله جانا شي ظرف طارئ غادي نقدروا اننا نعوضوا في ذاك نص نهار اللي خلينا خاوي في الاسبوع. دونك دابا تقدر نهار الاثنين تقرا الفلسفه، تقرا الفيزيك، تقرا المات، تقرا اللي بغيتي الوقت اللي بغيتي، خاصك غير في
اخر الاسبوع تكون خدمتي هذاك عدد الساعات اللي انت حددتيه داك استعمال الزمن عندك. ثاني حاجه واللي هي انه خاصك تحدد الاهداف اللي غادي يخلوك انه افونسي لا بريباراسيون ديالك. تحدد اهداف على المدى القصير، هدف على المدى المتوسط، وهدف على المدى الطويل. هاد الاهداف هادو هما اللي غادي يخليوك انه تعرف راسك فين غادي، ويبقاو يعطيوك لا موتيفاسيون باش انك افونسي في لي ريفيزيون ديالك. غادي نوقف هذا الفيديو هنايا. فيديوهات الجايين غادي نركز على كل ماده بالتفصيل، كيفاش تخدمها وكيفاش تجي فيها نقطه واعره في الامتحان الوطني. دونك بلا ما نطول عليكم، اذا عجباتكم هذا الفيديو، عجبكم الستيل ديال هذا الفيديو، بغيت الماكسيموم ديال البارطاج في هذا الفيديو. بارطاجيو مع اصحابكم في الواتساب، بارطاجيو مع اصحابكم في الفيسبوك. بغيت تعاونوني بالماكسيموم ديال البارطاج، حيت والله العظيم الا هذا الشيء كيدير الوقت بزاف، وفريمون عندي ضغوطات بزاف. كنزير على راسي انه نصايب فيديوهات، رغم انه اخر حاجه حاليا صراحه اللي عندي لها الوقت هو الفيديوهات. نتلاقاو في الفيديوهات الجايين. السلام عليكم.